التخلي كان درس هذا العام بامتياز. عام 2022 كان عام التخلي عن كل شيء يعني كان غالب الناس متعلقة به، يعني تتعلق بأحباب تخذل منهم، تتعلق بأقارب تخذل منهم، تتعلق بصديق تخذل منه. وربما الإنسان يعني بعد أن خذل من الأحباب والأقارب يعني يلجأ لعلاقة حب، يعني ربما يكون ملجأ أو تكون ملجأ مع هيك ما بني على باطل فهو باطل، وتخذل إلى أن ارتمينا جميعا على سجادة الصلاة بعد ما هيك تقعد بين إيدين رب العالمين، وبعد أن تخليت عن هذا العالم الذي كنت لا تستطيع أو تظن أنك لا تستطيع العيش بدونه، أكرمك الله بعوالم أدهشك بها ولم تكن تتوقعها من قبل. فقط بعد أن ارتمينا على سجاد الصلاة قلنا له يا رب يا رب يا رب، نحن شو عملنا؟ يعني هذا العام كان درس لنا بأنه نتخلى عن الأشياء اللي كنا متعشمين ومتعلقين فيها، إنه نبقى دائما على باب الله ونقول له يا رب لن أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي أو تقبلوني على عيبي وعصياني. التخلي كان درس هذا العام بامتياز.